سلام، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا صافا. جيتكم اليوم بوصفه جديده اللي هي وصفه السينامون رول ولا السينابون. طريين وهشين وقطنيين. صراحه هذه من ألذ الوصفات عندي. نستعملوا 2 كيسان حليب دافئ، والكيسان على حسب الكاس اللي عندكم نتوما، يعني مش لازم تاخذوا بنفس المقاييس اللي عندي انا. ومن بعد نضيفوا ربع كاس من الزبده الذائبه، ونزيدوا ملعقتين خميره خبز، ومن بعد نضيفوا حبة بيض. ماذا بكم تكونوا خرجتوها قبل باش تكون بدرجة حرارة الغرفة، ونديروا 5 ملاعق من السكر، ونخلطوا المكونات مع بعض. تقدروا تخلوا الحليب والسكر والخميرة مع بعض يخمروا لمدة 10 دقائق، ومن بعد تكملوا الخطوات. لا ما ننساو نديروا قرصة تاع ملح باش تروح هذيك البناء نتاع البيض. نرجع نخلطو مليح، لازم تكون كامل المكونات ذابت مع بعض. ومن بعد نضيفوا ملعقه صغيره تاع فانيليا. تنجموا ديروها وتنجموا لا، هذه خطوه اختياريه. ومن بعد هنايا ننتقلوا للفرينه درت حوالي 2 كيسان وربع، وبالملاعق خرج لي حوالي 15 ملعقه كما راكم تشوفوا. ولكن الفرينه على حسب كل وحده ونوعيتها، يعني على حسب النوع اللي راكم تستعملوا فيه تاع الفرينه. كيما انا استعملت تاع سيم، يعني نتوما النوع تاع الفرينه تاعكم سما لا كانت تشرب ولا لا سما ممكن تجيكم الكميه اقل مني ولا الكميه اكثر من اللي درتها انايا. المهم هنا كما راكم تشوفون نبقاو كل خطره نزيدوا في الفرينه ونخلطوا الفرينه هذيك، ومن بعد نعجنوها. المهم نتحصلوا على عجينه متماسكه وطريه، ونخلوها تخمر لمده 1.5 ساعة. من بعد نخلوها تخمر حوالي 1.5 ساعة. بعد لا تخمر نروحوا نفتحوا هذيك العجين تاعنا. من بعد لا نفردوا العجينه نروحوا ندوبوا حوالي 1.5 ملعقه ولا 2 ملعقتين زبده، ونوزعوها على كامل العجينه باش تحكم لنا الخلطه تاعنا اللي هي القرفه والسكر وما تبقاش تطاير. هنا في الخلطه تاعنا تنجموا تعوضوا القرفه، كان اللي ما يحبش القرفه تنجموا تعوضوه بالكاكاو. والمقادير درت 2 ملعقتين قرفه وملعقتين سكر. تنجموا كذلك تحشوها بالكونفيتير اللي ما يحبش القرفه ولا ما يحبش الكاكاو، تنجموا تحشوها بالكونفيتير، تنجموا تحشوها بحبيبات الشوكولاته. المهم ومن بعد نضغطوا عليها بالحلال ولا بيدينا باش تحكمنا مليح هذيك الخلطه تاعنا وما تبقاش تتنترنا وتعيينا. والخطوه اللي من بعد نحاولوا بالعقل ندوروا هذيك العجينه تاعنا. وهنا نبدو نقطعوا فيها بالخيط، بالك كاين اللي تجيهم بيزار ولا بصح نورمال، يعني احسن باش ما يخرجش حتى هذيك الخلطه اللي درناها تاع القرفه والسكر ما تبقاش تخرج، وحتى الاشكال تجيكم يعني متناسقه. المهم هنا راني قاعده نوري لكم في الخطوات كيفاش، يعني طريقه سهله جدا ما فيها حتى صعوبه. برك تدوروا هذاك الخيط وتضغطوا عليه، يعني تحطوه تحت العجينه وترجعوا تدوروا. هذا مكان. وهنايا حبيت نجرب لكم بالموس، بصح شوفوا كيفاش الشكل يكون داير وما ملحش راح يخرج لكم تعبكم هالطريقه، يعني طريقه الخيط اسهل بكثير. المهم هنايا نبداو نستفوا لي رولز تاعنا، نزيدو نخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق.
بعد ما فاتوا 10 دقائق نقوم بطلاء السينامون تاوعنا بسفر بيضاء باش يعطونا هذاك اللون الذهبي. وفي الخطوة ما قبل الأخيرة ندخلوا لي رول تاوعنا في الفور على درجة حرارة 180 درجة من الفوق ومن التحت، ويكونوا هما الوسط. وفي الصوص سينامون راح نحتاجوا 5 فرماجات و6 ملاعق سكر جلاسي وربع كاس من الحليب. ومن بعد نقوم بخلط هذيك المكونات جيدا حتى نتحصلوا على هذا القوام. كي نتحصلوا على هذا القوام من هذه الكريمه نروحوا نضيفوا ربع كاس من الحليب. بعد لا نقوم بإضافة الحليب ثاني نزيدو نخلطوهم بالباتر. نتحصلوا على هذا القوام يكون سائل يعني نورمال. من بعد كرانا راح نحطوها في الفريجيدان راح تبرد وتتماسك معنا اكثر يعني. وبعد لا نخرجوا لي سينامون تاوعنا شابين نديروا فوقهم هذيك الصوص ولا الكريم. وفي الاخير تنجموا ديروا لها من فوق شوكولا سائله ولا اي مكسرات كانت عندكم. المهم انا درت لها جوز ولا تنجموا تخلوها سامبل نورمال. وفي الاخير نتمنى ان تكون عجبتكم وصفتنا اليوم. ما تنساوش تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الاشتراك وزر الجرس وباش يصلكم كل جديد. المهم القاكم في فيديو جديد بخير وصحه وعافيه. باي باي.